الاهم من ان انت تعرف تبيع السيل الافتر سيل. عرضت لي مشكله كده ان انا كنت محتاجه شنط سفر، فابتديت ان انا ادور على كذا مكان. طبعا الالجوريزم ما صدق، كل يوم بيطلع لي شنط سفر شنط سفر. انا كنت مستعجله جدا، كنت هسافر اخر الاسبوع، فاشتريت من شركتين. فقلت لهم اللي هيوصل الاول معلش هو اللي هستلمه. دي اتاخرت في وقتها، معلش هنكنسل الاوردر، واستلمت الثانيه. بصيت حسيت الكواليتي تمام، مصري حبيبي، وقلت تمام يعني ندي المصري فرصه، واخدت الشنطه وسافرت. في اول السفريه ابتدت الشنطه تتكسر مني، بتتكسر بجد مني انا، مش حتى محتاجه ان انا ارميها تحت والناس تخبط فيها. ابتدى يعايرني الشخص اللي مسافر معايا، شفتي المصري، بصي حلاوه المصري، ويجيب لي الدراع المصري. اتهزقت طول السفريه بسبب الموضوع ده. اول ما رجعت على طول من السفر، والسفر ده كان حوالي شهر، بعت للبيج دي، استغربت جدا، قالت لي ازاي؟ انا اصلا كنت بشوف لهم فيديوز بيرموا الشنطه من الدور الثالث وواحد يتنطط فوقيها، فازاي ده حصل؟ فقال لي ان ممكن يكون في مشكله عيب صناعه في الشنطه بتاعتي. وفعلا بعتوا لي شنط ثانيه واعتذروا، وقالوا لي ان مش بس كده، كمان احنا بعتنا لك شنط اعلى ككواليتي، والمفروض ان هي اغلى. لو دخلتي على الويب سايت هتلاقي ده. ففعلا جربتها في السفريه اللي بعدها واللي بعدها، لا هي حاجه تستاهل. استغربت قوي فكره ان انت ما ينفعش تحكم على براند من مره واحده بس، لان في الاخر ممكن يكون حاجه في الباتش بتاعته ما كانتش احسن حاجه، وفي الكواليتي كنترول ده الواحد ما عرفش يلاحظه. دي اخطاء بتحصل. بس فكره ان انت بعد ما تبيع للشخص تعرف تخليه يشتري منك تاني وتالت ويعمل لك ريكومنديشن، هي دي الفكره. لان انا في ناس بشتري منهم وبتطلع الحاجه فيها مشكله، وبيروح قايل لي يا فندم لا والله هو ده اللي عندنا، ما يردش، يسافر يهاجر. فالفكره في كده ان انت حاول، حتى لو انت عارف تبيع، ان انت تحافظ على الكلاينت بتاعك، عشان الكلاينت بتاعك ده هيشتري منك مره واثنين وثلاثه، وهيعمل لك كمان ريكومنديشنز مع الناس التانيه. استنوني في التبس الجايه.